اتغديتي ايه النهارده يا حوريه؟ اتغديت اكله بسيطه ومصريه 100%. اكلت بقى امي وامك كده وستي وستك وبطريقه زمان. بس قبل ما نبدا كده صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مش عامله لكم سسبنس النهارده خالص، بس السر كله فيديو النهارده هو الطبق ده. الطبق ده اللي هينقل الاكل في حته تانية. وقولوا لي بقى كنتوا بتاكلوه من ايد مين؟ انا كنت باكله من ايد ماما، ربنا يديها الصحه يا رب والعافيه. يلا بينا بقى نبدا ونقول بسم الله. في الاول كده انا معايا فرخه متقطعه 4/4. تقدري تستخدمي في الوصفه دي اوراق بس او صدور بس او اجنحه، انا بحبها جدا بالاجنحه. المهم ضيفيها كلها كده مع معلقه سمنه كده بلدي حلوه، وحطي معاهم بقى شويه توابل، شويه فلفل اسود، وشوحي الفراخ او اديها صدمه على الوشين. توابل حوريه يا جماعه اللي انا مستخدماها في الفيديو ده. المهم هقلب بقى الفراخ كده واشوحها تشويحه حلوه، وبعدين انزل عليها بكام بطاطسايه كده متقطعين بالطول. بحب الطريقه دي قوي، يعني متقطعه 4/4. بعدين نزلت ببصلايه مفرومه، رشه فلفل ورشه توابل ورشه ملح، وهقلب واشوح كل الكلام ده مع بعضه. عايزه اقولك ان الوصفه دي من الوصفات اللي بتبقى حلوه قوي في الصينيه الالومنيوم، ومهما هاكلها في الصينيه الالومنيوم ليها طعم تاني. اديناهم بقى تشويحه محترمه. حطيت بقى قرن فلفل كده حامي او بارد براحتك. حطي كمان شويه شرايح من الطماطم، ممكن تحطي اي نوع خضار تاني بتحبيه لو تحبي، مفيش مشكله. ضربت بقى كام طماطميه في الخلاط واديتهم غلوه على النار بدون اي اضافات، وبعدين نزلت بيهم على الفراخ. هسيبها بقى تاخد غلوه واحده على النار، وبعدين اخدها ادخلها الفرن. على بقى ما تستوي معايا بكون حضرت شوية رز بشعرية يستاهلوا بقك يا فوزية. انا بحط كمية الشعرية هي كمية الرز، بيديني الرز مفلفل وخطير. كمان ما تزوديش مية، خلي المية قليلة ووطي عليه من اول ما يتشرب. دي بقى الكوسة المقلية او الكوسة المخللة. قولولي يا جماعة كنتوا بتاكلوها من ايد مين؟ حطيتها في الزيت كده، قطعتها شرايح وحطيتها تتقلي لحد ما اعملها شوية دقة يستاهلوا بقكم. شوية فلفل بقى اخضر على احمر، شوية هريسة شطة، شوية ليمون وكمون وملح، وهضرب كل الكلام ده مع بعضه. واول ما الكوسه تحمر معايا كده، عايزه اقول لك طول ما الكوسه في الزيت ما تقلبيهاش، سيبيها كده. عايزه اقول لك بقى زودي لان هتتخطف خطف، طعمها بيبقى مسكر وجميله. انا وانا بنت يعني قبل ما اتجوز وصغيره كنت مش باكل ابدا كل انواع الكوسه، فربنا يخلي بابا يا رب اللي خلاني احبها واكلها. بصوا بقى، طبق بجد يفتح النفس، فاتح شهية 100%. بصوا بقى يا جماعة، أنا كهبة أو كحورية مش من الناس اللي بتاكل اللي كل عيل أو كل واحد بياكل في طبق لوحده. ما تمزجش كده وما تكيفش إلا لو كلنا أكلنا من طبق واحد. فبغرف كده زي ما انتوا شايفين في سرافيز وبناكل سوا بسم الله وبركة بسم الله. اللقمة بتبقى زي العسل. لكن بقى شغل السفرة وكل واحد طبق والكلام ده مش عارفة، ما بينزليش من زور والله. انا لحد دلوقتي باكل على الطبليه يا ولاد. مالها الطبليه اللي ربتنا، احسن تربيه والله. بص، ويلا بينا بقى نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق، بك ادفع ما لا اطيق، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.